ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده فيديو جديد، وحلقتنا النهارده هتبقى عن ليه السينما بتنهار وايه اسباب انهيار السينما المصريه بالشكل ده. بس قبل اي حاجه روح اعمل لي فولو على سبوتيفاي، هتلاقي في حاجات حصريه بتنزل هناك، وحضر لي مشروبك المفضل ويلا بينا. في سؤال بيساله ناس كتير الفتره دي، مش ليه السينما انهارت، لا ليه انتاج الافلام بقى اقل عن زمان، ومش زمان قوي يعني لو جينا نشوف مثلا سنه 2008 نزل 47 فيلم وقتها، وفي الثمانينات كان بينزل 60 فيلم في السنه. انت متخيل الرقم؟ وما كانتش افلام ضعيفه ولا حاجه. يعني مثلا سنه 1984 كان عادل امام نزل بافلام زي الحريف والهلفوت وحتى لا يطير الدخان. لكن دلوقتي لو جينا لنجم كبير ممكن ينزل فيلم واحد كل سنه او اتنين. لو جينا ايرادات 2008 هنلاقي ان السينما وقتها حققت 250 مليون جنيه كاجمالي ايرادات، لكن في 2025 السينما حققت مليار و300 مليون جنيه. وما تفرحش قوي كده، لان التذكره في 2008 وقتها كان تقريبا ب 15 جنيه، انما دلوقتي اقل تذكره ب 100 جنيه، ده لو لقيت ب 100 جنيه يعني. غير طبعا زياده عدد السينمات. ايه بقى سبب قله الانتاج؟ اولا ان مفيش نجم شباك هيستحمل اصلا يعمل 10 افلام من بطولته زي ما النجوم بتوع زمان كانوا بيعملوا، هو بالنسبه له دي حاجه مستحيله اصلا. والحاجه الثانيه واللي المنتجين بيستسهلوها، وهي انهم يعملوا مثلا عمل او اتنين كل سنه ويركزوا فيهم اكتر من حيث الدعايه، ويخلي على قد ما يقدر نسبتهم اعلى في الايرادات. وده بيتعمل ازاي؟ بيتعمل انه مثلا بيجيب نجم شباك او نجمين وينتج لهم فيلم مش مهم بقى يبقى فيه قصه ولا تمثيل ولا اي حاجه، اهم حاجه انهم يبيعوا لك تذاكر. وسرق لي برده كام افيه من بتوع السوشيال ميديا لزوم مواكبه العصر وكده يعني. كده نكون عملنا فيلم يقدر يحقق لنا ايرادات كويسه، بس هل الفيلم اللي احنا عملناه ده الناس هتفتكره اصلا بعد سنه او اتنين؟ ما اعتقدش. وده ليه بقى؟ لان زي ما قلت لك هو مركزش على اي حاجه من اساسيات الصناعه اصلا، هو بس اهم حاجه ان الفيلم جاب ايرادات، والسنه اللي بعدها هيجيبوا نفس النجم يعملوا نفس الفيلم بنفس السيناريو علشان ما يخاطروش. وده واخين يا دنيا. زمان كان في افلام كتير فكان في مساحه للتجربه، لو في فيلم وقع في 40 فيلم غيره. دلوقتي لما يبقى عندك 15 او 20 فيلم بس في السنه، المنتج بيخاف يجرب اصلا، فبيلعب على الامن. ومع الوقت السوق كله بيتحول لنسخ متشابهه من نفس الفيلم. ولو جينا لسنه 2025 مثلا مش هتلاقي غير فيلمين بس هم اللي اتقال عليهم كويسين نوعا ما. وفي سبب تاني ناس كتير بتتجاهله، وهو الرقابه. زمان رغم وجود رقابه كانت افلام كتيره بتدخل في مواضيع حساسه وجاده، افلام بتتكلم عن الفساد والتطرف والفقر ومشاكل المجتمع بشكل مباشر. افلام زي الارهاب والكباب وطيور الظلام كانت بتناقش قضايا حقيقيه، وناس كانت بتخرج من السينما وهي فعلا مبسوطه. اما دلوقتي اي مشروع بيتناول موضوع حساس او مثير للجدل بيواجه صعوبات اكبر في الموافقات او التعديلات المطلوبه، وده بيخلي المنتج من البدايه يفكر طب انا ليه اتعب نفسي، فيروح للفكره الامنه المضمونه اللي محدش هيعترض عليها. والنتيجه ان مساحه المغامره بتقل، الكاتب بيبطل يكتب عن المواضيع الجاده، والمخرج يبطل يفكر في افكار مختلفه، والمنتج يبطل يخاطر بفلوسه. ومع الوقت تلاقي السوق كله بيتجه لواحد من الافلام، اكشن خفيف، كوميديا سريعه، وافيهات سوشيال. وده مش معناه ان كل الافلام الحاليه وحشه ولا ان كل فيلم جاد بيتمنع، لكن الفكره ان المساحه المتاحه للكلام عن قضايا معقده بقت اضيق من زمان. وده أثر بشكل مباشر على تنوع الأفلام اللي بتتشاف دلوقتي في السينما، لأن الفن بطبيعته بيحب يناقش الواقع ويصطدم بالأسئلة الصعبة. ولما الأسئلة الصعبة تختفي الأفلام نفسها بتبقى أقل جراءة وأقل تأثير. ومن الأسباب برضه هي جودة كتابة الشخصيات اللي بتتبني، هي شخصيات سطحية جدا. يعني لو جينا نقارن مثلا شخصية إبراهيم الأبيض بشخصية عبده موتة، هنلاقي إنك أنت أصلا متعاطف مع إبراهيم الأبيض لأنها شخصية مبنية صح وليها دوافعها. ولو عايزين نعمل حلقة عن ازاي السبكي بوظ الصناعه المصريه اكتب لي في الكومنتات. والمشكله برضو الاكبر دلوقتي ان اغلب الافلام اللي بتشوفها هي كلها تقريبا بتمثل الطبقات الغنيه، حتى مشاكلهم هي مشاكل اغنياء، حتى علاقتهم هي علاقه غنيه اصلا، اللي هو يا اما اعمل لك طبقه غنيه جدا يا اما اعمل لك طبقه مقحطه. طب فين بقى الطبقه المتوسطه اللي هي تقريبا اغلب الناس، لدرجه انك بتحس ان الممثلين اللي بيمثلوا هم مش شبهك اصلا ولا حاسين بمعاناتك. لو رجعنا شويه هنلاقي ان اللي خلى الناس تحب فيلم زي الارهاب والكباب مثلا انه كان بيعكس لك نفسك، كان بيوري لك صوره الموظف الغلبان اللي جعلوه مجرم بسبب انه مش عارف ياخد حتى ابسط حقوق. ده غير بقى ان اي ممثل او ممثله يدخلوا اولادهم نفس مجالهم وياخدوا دور على حساب شخص اكفأ منه. وواحد من اسباب الانهيار برضه هو اجور الفنانين. يعني لو جينا مثلا نشوف اجر عادل امام في فيلم الحريف هنلاقي ان هو خد 35,000 جنيه. الكلام ده في سنه 1983، يعني لو حسبناهم دلوقتي يعملوا تقريبا 3 مليون جنيه. والنجوم بتاعت النهارده اقل بطل بيعدلوا ال 20 مليون جنيه مستريح، يعني ال 3 مليون دول بياخدهم واحد دور ثالث اصلا مش دور تاني. طب خلينا ما نظلمهمش ونرجع لسنه 2022، هنلاقي ان وقتها نزل في العيد الكبير كيرة والجن وعمهم، ودي كانت افلام قويه وفي منهم الكويس. لكن مين بقى اللي ما ينفعش يعدي الموضوع ده؟ تامر حسني قام نازل لك بفيلم بحبك، فيلم من تمثيله وغناء وتاليفه واخراجه، والمشكله اللي هنا بقى ان ولا حاجه فيهم حلوه. ولو جينا مثلا لسنه 2023
نزل فيلم ابن الحاج احمد، فيلم متواضع جدا ككوميديا، ونزل رمسيس باريس من بطوله هيفاء وهبي، وده مش محتاج اتكلم فيه كتير لانه فعلا ما فيش حاجه نتكلم فيها اصلا. ونزل فيلم بعد الشر من بطوله علي ربيع. لو في حاجه اعلى من ان الفيلم سيء، الفيلم ده هيتحط فيه. فيلم فعلا سيء، هو ما فيهوش قصه اصلا ولا تمثيل، هو مش فيلم من الاساس. بصراحه من احد اسباب انهيار السينما برضو هي الهيئه العامه للترفيه. الافلام هنا اتحولت من افلام تجاريه لافلام تجاريه، وجوده الافلام هنا قلت اكتر ما هي قليله اصلا. انت متخيل ان افلام زي شوجر دادي وجوازة توكسيك نجحت في السعوديه عادي؟ انت متخيل حجم الكارثه في الافلام دي؟ لو مش مصدقني او انت مفكرني مجنون، خش شوف بنفسك، ولو قدرت تكمل فيلم منهم لازم تروح تكشف حالا. وخد عندك بقى فيلم جوازة توكسيك حقق 325 مليون اللي هو قمه في العبث، وفيلم شوجر دادي حقق 250 مليون جنيه، وتفوق كمان على فيلم فاست اكس بطوله فان ديزل. انا لساني عاجز عن التعبير من اللي بشوفه. خد عندك التقيله بقى، فيلم بحبك حقق في السعوديه ما يقارب ال 750 مليون جنيه، ارقام مهوله حرفيا، مع ان الفيلم ده هو وضع فيلم في السنه اصلا. بس هنا بقى الفلوس بتتكلم. ولو جينا نشوف اكتر 10 افلام حققوا ايرادات في السعوديه، هنلاقي ان مفيش غير فيلم واحد سعودي وفي المرتبه التاسعه اصلا، واربع افلام مصريه والباقي اجنبي. واذا احنا كده عرفنا ليه الافلام المصريه قلبت الدنيا في السعوديه. ولو جينا مثلا نشوف في سنه 2025 نزل 30 فيلم، 28 منهم تجاري، وفي منهم 2 بس اللي مش تجاري، والاثنين دولت هو الملحد وفيها ايه يعني. وده لان المؤلفين دلوقتي بيستسهلوا بالمعنى الحرفي. هو بيقول لك اعصر دماغي ليه واعمل فيلم احداث وشخصيات غامضه؟ لا، انا اعمل لك فيلم ما فيهوش اي قصه ولا اي حاجه، وارمي لك كام ايحاء كده عشان الشباب يضحكوا، واحط لك بلوت تويست في نص الفيلم وخلاص على كده. والفيلم هينزل في السعوديه وهيحقق ايرادات، وده لانهم بيخشوا اي حاجه ليها علاقه بالسينما المصريه وهيجيب معاهم عادي. بس كده اتمنى اكون ما طولش عليك او طولت عادي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان خاطر يوصل لك كل جديد، وما تنساش زي ما قلت لك في اول الفيديو تروح تعمل لي فولو على سبوتيفاي. اشوفكم الفيديو الجاي، كان معاكم زياد، السلام عليكم.